السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم جيتكم بوصفة جديدة اللي هي وصفة كيكة. هذه الكيكة راح تكون بذوق الشوكولا والكراميل. وصفة بزاف بنينة ومقاديرها جد اقتصادية، تقدروا تحضروها في وقت قصير وتفرحوا بها ولادكم والعائلة نتاعكم. فقط البنات اللي مازال ما اشتركوش في القناة ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس، هكذا يوصلكم جديد فيديوهاتي. بلا ما نطول عليكم نروح نشوفوا مقادير الوصفة وطريقة التحضير. اول شي بسم الله. بالنسبه لهذه الكيكه نحتاجو 2 حبات بيض اللي يكونوا بدرجه حراره المطبخ، يعني دايما البيض قبل ما تخدموا به تخرجوه من الفريجيدار هكذا يولي بدرجه حراره المطبخ. زدت عليه رشه صغيره نتاع الملح ومغرف صغيره نتاع لافاني مع نص كاس سكر عادي اللي هو سكر حبيبات. بالنسبه للوصفه نتاعي راح نستعمل غير الفوي، مانيش حنستعمل الخلاط الكهربائي، يعني بالفوي برك نقدروا نخدموا الكيكه نتاعنا. هنايا نضرب مليح البيض مع السكر حتى وين يذوب لي كامل هذاك السكر، ونزيد عليه 4 كاس نتاع الزيت، ونضرب الزيت مع السكر والبيض. مور ما ضربوا لي كامل المكونات رايحه نزيد عليهم نص كاس حليب اللي يكون دافي. هذا الحليب قبل ما نوضعه في الخليط نزيد عليه كيس قهوه سريعه الذوبان، راح تمد للكيك تاعي ذوق بزاف بنين. نخلطها مع المليح مع الحليب ونحطه فوق الخليط. نوضع الحليب نتاعي مع الخليط ونكمل نضرب حتى يولي لي الخليط متجانس. هنايا مور ما ضربوا لي كامل المكونات رايحه نحط الفارينه. بالنسبه للوصفه نتاعي نحتاج كاس وربع فارينه، دايما حجم الكاس 220 مليلتر اللي عبرت به المواد السائله اللي نعبر به المواد الجافه. الفارينه قبل ما نحطها نصفيها ونزيد عليهم 2 مغارف كبار كاكاو، يعني الملعقه الكبيره اللي نخدم بها ماشي مغرف صغيره. ونصفي تاني الكاكاو ونزيد لها كيس خميرة كيميائية اللي وزنها 10 غرام، ونخلط كامل المكونات حتى نتحصلوا على خليط اللي يكون خفيف ويكون متجانس. بالنسبة للقوام تاع الخليط كيما قوام الكيك عادي اللي مالفين تخدموه. هنا جبت المول تاعي اللي حنفرغ فيه الخليط، طوله 27 سنتيمتر على 13 سنتيمتر. نفرغ فوق الخليط اللي كنت كما قلت لكم حركته مليح حتى يولي لي خفيف ومتجانس. بالنسبه للمول غلفته بورق الطهي هكذا حيسهل عليا الخدمه. ونفرغ الخليط ونحاول نمشيه كامل على المول هكذا الحبات نتاوع الكيك يجوني كامل كيف كيف. نخبطه قبل ما نحطه يطيب لي، راح يطيب على 180 درجه من التحت ونشعله شويه من الفوق ينشف لي. مورا ما طاب نجرب بعود خشبي، اذا خرج لي ناشف معناها الكيك راهو طاب. هنايا ديموليتو وراح ندير له ثقوب بالكوردون هكذا باش نشربه. نشرب الكيك نتاعي بنص كاس حليب كما راكم تشوفوا. الحليب عادي راهو بارد والكيك راهو دافي، يعني خليته شويه مور ما نحيته من الفرن باش بديت نشرب فيه. نخليه بجيه يتشرب ونحضر صوص كراميل اللي رايحه نسقي بها الكيكه نتاعي. في كسرونه نحط كاس سكر حجمه 220 مليلتر نحطه فوق نار متوسطه ونبقى نحرك مليح حتى وين يذوب لي هذاك السكر. هنايا لازم تبقاو تحركوا وتعسوا في السكر تاعكم، ما تخليوهش حتى وين يولي مر، يعني ما تزيدولوش النار حتى يتحرق لكم ويولي لكم مر. نقصوله وخلوه يطيب على كما يقولوا بهدوء بالعقل برك. هنايا مور ما داب لي كامل هذاك السكر رايحه نزيد عليه مغرف زبده ولا مارغرين ونذوبها مليح. مور ما دابت لي هذيك الزبده نفرغ على الخليط نتاعي كاس حليب اللي يكون دافي
ونبقى نحرك هكا، يعني التحريك يبقى مستمر ما نتوقفوش. من جهة أخرى عندي 4 كاس نتاع حليب، حطيت عليه مغرف كبيرة معمرة مليح مايزينا، ونذوبها مليح في هذاك الحليب ونفرغوه فوق الخليط. هنا ملاحظة، بقاو تخلطوا، هنا حيبان لكم باللي الخليط نتاعكم ولا لاصوص تاعكم كراميل فسدت لكم، مي ما تخافوش، هي ما فسدش، تبقاو تخلطوا حتى تاخذ الغليه. مور ما تاخذ الغليه رايحين نطفيو عليها وتميكسيوها. مور ما تميكسيوها حتولي لكم ليس وعادي خفيفه. لاحظوا هنايا مور ما طفيت على لاصوص تاعي، ميكسيتها كما قلت لكم في الخلاط الكهربائي وخليتها بردت شويه. رايحه نزيد عليها مكسرات اللي كانوا عندي في الدار، كاوكاو واللوز محمصين، فرغتهم فوقها ورايحه نفرغهم فوق الكيكه، يعني حنسقيو بها كامل الكيكه نتاعنا. بالنسبه للكميه اللي استعملت حوالي خليت الربع من الكميه، يعني ما استعملتش كامل الكميه لانه جاتني شويه كتر من الكيكه نتاعي. نكمل نزينها ونقطعها امامكم. مور ما كملت زينتها بلا صوص كراميل، نقطع الكيك نتاعي. بالنسبة للكمية اللي قطعتها لي هاد الكيكة هي 10 قطع، كل قطعة كبيرة ما شاء الله، يعني قطعتهم ل10 قطع كبار. انتم تقدروا تقطعوهم حتى ل15 قطعة يكونوا متوسطين الحجم. رايحة نرفد لكم تشوفوا كيفاش جات. شوفوا القطعة شحال كبيرة ما شاء الله. جاء شكلها شباب وبنتها روعة. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة نتاع اليوم. بطبيعة الحال رايحة نحطها في طبسي ونرفد لكم بالمغرف تشوفوا كيفاش جات خفيفة، وهذيك لاصوص كراميل زادت لها بنة على بنة. ان شاء الله تكون عجبتكم. كانت هذه هي الوصفة نتاعي لنهار اليوم. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. اذا عجبتكم ما تنساوش تخليوا لي جيم وتخليوا لي ايضا تعليق يكون محفز. نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.